اكيد كلنا جربنا اللحظه اللي النت بيعمل فيها كده ونفضل نقفل الراوتر ونفتحه. بس قبل ما نلوم الراوتر، تعالوا نفهم ببساطه الانترنت بيشتغل ازاي وليه اوقات بيكون بطيء. لما تفتح موقع او تبعت رساله، المعلومه اللي انت بتبعتها بتتجزأ لحزم صغيره جدا اسمها باكيتس، وبتسافر عن طريق كابلات عملاقه جدا تحت البحر لحد ما توصل للسيرفر اللي فيه الموقع. فالسيرفر ده يرد عليك ويرجع لك البيانات بنفس الطريقه، وكل ده بقى بيحصل في اجزاء من الثانيه، بس مش عندنا طبعا. فالنت ممكن يكون بطيء لكذا سبب، زي مثلا الضغط على الشبكه، يعني كل ما زاد عدد الناس الاونلاين كل ما السرعه بتقل، وكمان لو السيرفر بتاع الحاجه اللي بتشتغل عليها بعيد هياخد وقت على ما يوصل. وبرضه من ضمن الاسباب الكابلات، يعني عندك الالياف الضوئيه بتختلف كتير جدا عن الكابلات النحاس القديمه. وحاليا معظم الشركات بتشتغل على تطوير الانترنت بشكل كبير جدا، زي مثلا شركه ستارلينك، واللي هيخلي النت شغال معاك في اي مكان، حتى في الاماكن اللي ما فيهاش اي شبكه. فالنت مش مجرد حاجه شغاله كده وخلاص، ده نظام معقد جدا علشان اي حاجه توصل لك في ثواني. كنت متخيل الانترنت بيشتغل ازاي؟